حياكم الله اخواني المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم قناديل. نرحب باخونا عبد الله الحمدان. حياك الله اخوي عبد الله. الله يحييك ويبارك فيك. اخوي عبد الله، ايضا عندنا من الاخطاء ومن الظواهر السلبيه بيع اشياء ضاره ومتفق عليها عالميا وحتى المخ العقليا يتفق معنا انها مضره للصحه، ومع ذلك تنباع بترخيص من الوزارات المعنيه. هذه الاشياء من الاشكالات المهمه، وبعض الاسر للاسف تشتريها وتقتني هذه الاشياء الضاره بصحتها وصحه اولادها. بدنا نعلق الضوء على الاشياء السيئه هذه اللي تنباع في السوق. نعم. والله اخوي عبد الله، هذا مما يؤلم في الحقيقه، يؤلم جدا ان اشياء ضاره تنباع في الجمعيات، تنباع في الفروع، تنباع مرخصة في الفنادق، تنباع في الأسواق، بكل مكان، مثل مشروب الطاقة. هذا مشروب الطاقة سيء، أنا أسميه سم الطاقة. سم الطاقة، يقولك علشان تصير عندك طاقة وعندك كذا اشرب هذا المشروب. حتى بعض الأخوات راحت حق بنتها هي تدرس، عند عليها امتحان، قالت لها لا تشربين قهوة، لا تشربين شاي، كان تجيب لها منه مشروب الطاقة. هذا مشهور ومتداول موجود في السوق. فالحمد لله أن الله عز وجل نجاها واستمرضت البنت بسبب هذا المشروب. هذا المشروب، وموجود الآن يباع في السوق، يباع وفي دعايات قوية. اي دعايات له. والمشكلة عبد الله حذروا منه بعض الدول الأوروبية، عجيب، الدنمارك وغيرها، حذروا من هذا المشروب. وقالوا لما بعض الدول الأوروبية حكومتها نزلتها في السوق بعد منع، قاموا العلماء هناك وجابوا بالدليل أن هذا ضار جدا على الصحة. هذا يا أخوي عبد الله مشروب الطاقة، هذا على المستوى العالمي. مستوى دولة الكويت منعته الآن بعض الجمعيات، وجزاهم الله خير وبارك الله فيهم. الله يجزاهم. منعت هذا المشروب. زين، سيء هذا. اي منعته. لكن انا بسأل، وين حماية المستهلك؟ يا جماعة وينكم؟ زين، وين نفس ما قلت الوزارات المعنية مثلا. هي وزارة التجارة أو وزارة الشؤون مسؤولة عن الجمعيات. وين البلدية؟ وين المختبرات؟ وين وينهم؟ وين أعضاء مجلس الأمة؟ شنو الفوضى اللي قاعد يصير؟ شنو الفوضى؟ سم قاعد أبيعه؟ لا، باسم الطاقة وباسم يغري، اسم يغري. نعم. زين، وينهم هذيلا؟ زين، وين أعضاء مجلس الأمة؟ النائب فيهم يمثل الأمة بأسرها. وين تحركاتكم؟ وين؟ 1 و2 ما يكفي، أبي 50 واحد يتحرك. هذا يعني شيء ما حد يختلف عليه. حلو. لازم يجدون حل لهذه المشكلة. أخوي عبد الله، الحادثة اللي مرت وما نبيها تمر مرور هكذا بدون مناقشة، بدون كلام حولها مع الناس. ولدنا عبد الوهاب الراشد توفى، الله يرحمه. ايش منه؟ شرب هذا مشروب الطاقة، خذه وشربه. زين، قوطيين. زين، ما يدري ينباع، دام ينباع بالجمعيات يعني مرخص وزين، اذا ما في خطورة. صحيح، ما في خطورة. كما نشرب احنا احيانا سفنب 2 او كذا 2، او من المشروب الفلاني 2. هو شرب كذا واحد وتوفى. كان حزن مخيم فعلا ان ولد، انا ما اقول من عيال الراشد، اقول من عيال الكويت، مو بس عيال الراشد اللي حزنوا ويحق لهم ان يحزنوا. جاهم الخبر، الفير، لا حول ولا قوة. الفير اتصل طبعا في اخوه المستشفى مثلا، اثبت الاشياء هذه. اتصلوا فيه وقالوا ترى تعال اخوك كذا كذا كذا. يا الاخو متوفي. الله، شلون كذا يا جماعه؟ شنو الفوضى؟ مو متوفي من شيء غلط، متوفي من شيء مشروع موجود في مرخص بالدولة. مرخص في الدولة.
ويا حق امه وبلغها، وامه ما شاء الله عليها كان عندها من الايمان. يا وهي تصلي اول ما قال لها الخبر سجدت وحمدت الله عز وجل. لا اله الا شوف الله. هني سبحان الله، يعني يبين الايمان ويبين التوجه الى الرحمن تبارك وتعالى. لا اله الا الله. فولد الراشد زين شرب من هذا مشروب الطاقه وراح. جارهم من عائله الشويب الكريمه، عائله كريمه معروفه بالكويت، هم شرب من الطاقه. وين راح؟ المستشفى. لحقوا عليه، يلا لحقوا عليه، بدهم يعالجونه في المستشفى. يا جماعه ليش كذي؟ يعني فوضى. شنو الفوضى؟ قاعد انطر واحد يتعالج، واحد يطيح، واحد يموت، واحد كذا. وين التحرك؟ وين التحرك استاذ عبد الله؟ فوضى فوضى والله يا استاذ عبد الله، فوضى صايره فوضى. هو مو بس ولد الراشد او ولد الشويب. اذا قلنا ولد الراشد في ناس هم اللي قلت لك من ناحيه على حذر عنهم، في الناحيه الانسانيه تعاطفهم معاه، فما بالك هم اهله. يعني اذا مات واحد شرب من هذا المشروب، مشروب الطاقه، من عيال الراشد، معناته من عيال الرئيس، معناته من عائله ابن ناصر، كلهم هذول مع بعض. معناته من عائله الفرحان، كلهم متعاطفين، هذا جيران. ابو الفيحة معناته عيال الكويت، كلهم عيال الكويت. من عيال الخميس، معناته من عيال العمير، معناته من عيال نويبت، معناته من عيال الربيعه، معناته من عيال صويان، هذا كلها تتفاعل مع بعض، تكبر الدائره، تشوفها من معناته من عيال فلان. العوائل كلها تتعاطف. انزين كلها العوائل وتعبها النفسي على ما صار في اللي ولدنا عبد الوهاب، هذا ما له شيء، ما له قيمه. ما في الا جمعيه او جمعيتين، ثنتين اظن، او جمعيه واحده في جنوب السره وجمعيه الفيحة، بس هي اللي وقفت. زين الوكيل ما يستحي على وجهه، وكيل هذا المشروب، مشروب الطاقه، ما يستحي على وجهه ويوقف هذا ولا يبي الربح. طبعا على حساب المساكين، على حسابنا احنا. ما يصير. فعلا جاها الخبر والحمد لله انها عندها من الايمان يصبرها على هذا. وابوه ابو المتوفي الاخ العزيز ابو عبد الله هم عنده الحمد لله من الايمان اللي قدر يواصل، يعني يواجه هذه المصيبه. رجل ما شاء الله عليه يصوم الاثنين والخميس والايام البيض، ما يطوف شيء. فالله عز وجل تلاهم بهذا الخطا الشائع في المجتمع، انك تبيع سلعه غلط. فعلا يجيك الخبر عبد الله يقطع القلب، بس زين الله ثبتهم. يأثر على المواطن الكويتي، يأثر على كل الكويتيين. قلت من علم لفابه قرينيس. نعم. واحده ذبحوا ولدها نعم. ايام قبل 200 سنه او 150 سنه. قلت من علم لفابه قرينيس. جاء واحد قرينيس وعلمها الخبر. قلت من علم لفابه قرينيس، علم الخطا يا ليت ما حد درابه، علم اللفانة مرس القلب تمريس، والنار شبت في الضمير التهابه. هذا ولد، هذا ولد. تأثرنا كلنا في الحدث عبد الله، يعني ما هي خاصة حق بيت فلان أو بيت فلان. صحيح. ويا ليت بس احنا اللي تأثرنا، العوائل والمجتمع الكويتي. برا الكويت اتصالات تجي من البحرين، ايش صاير من البحرين. في ناس يعرفون عائلة الراشد، وفي ناس ما يعرفونها، اتصلوا عليها من البحرين، من المملكة، مملكة البحرين. ايش صاير؟ شلون ولدكم؟ شنو سوى هذا الشراب؟ ايش فيه؟ اللي هو مشروب الطاقة. للأسف يعني ما في تسليط للإعلام بهالجهة هذه. واتصلوا بقطر، من قطر اتصلوا، من دولة قطر. شوف شلون الحدث العظيم اللي ما نبي يمر كذي. اتصلوا من الإمارات، من دول الخليج. ايش صاير؟ شنو المادة؟ شنو اللي كذا؟ بعض العلماء في فرنسا بينوا ان في مادتين، هذه حطوها عزك الله حق فيران، وعز الله المشاهدين، حطوها حق فيران. اي دوختهم. تحطوها حق الانسان؟ اخوي عبد الله المساله كبيره جدا، ما تطوف. هو مو بس يعني العزا وكذا، هذا معناته اخواننا المحامين، معناته العزا يستمر طالما هالسلعه موجوده، طالما هالسلعه تباع، اذا العزا مستمر. لازم يشيلونها. وعلى كل منطقه من مناطق الكويت تروح تكلم هذول اللي انتخبوهم، شيلوا هالماده هذه من الجمعيات، شيلوها. وهم يعرفونها وقارين الخبر وعارفين اسمه. فبالتالي استاذ عبد الله هذا شيء خطا وما ينسكت له. في استراليا عبد الله
علماء في استراليا يحذرون من هذا المشروب اللي توفى منه ولدنا عبد الوهاب رحمه الله. عمره 16 سنة. عبد الله الولد عمره 16 سنة، عمر الزهور. يعني تشوفه فرحان ورايح مع شو اسمه ربعه وياي ومستانس ويتحداهم وكذا، واخر شيء تشوف يصطدم من هذه السلعه. رحمه الله. اذا هذه من الشوائب وهذه من الاشياء الخطا اللي قاعده تصير. وانا الصراحه اقول حق كل المناطق، قولوا حق جمعياتكم اذا ما شلتوها ما نعطيكم صوتنا. نعم. رحمه ونشكر مجلس اداره كل جمعيه زين منعت هذه السلعه من مبيعاتها، من الاشياء اللي تبيعها على الرفوف. زين نشكرهم ونعاتبهم في نفس الوقت. يعني يوم صار الحدث منعتوه، انتم المفروض ما في حتى الجمعيه، انا اتكلم عن الجمعيه اللي منعت، وينكم قبل الحدث ما منعتوا هذه السلعه؟ للاسف المفروض ما في سلعه تدش الا وعارف انت تاريخها. تعالوا هذه شنو السلعه؟ هذا شنو العلبه هذه؟ قالوا هذه علبه كذا كذا. انزين سووا بحث عنها. في مختبرات للاسف مو مفعله يعني بالكويت، في مختبرات المفروض تفعل وتبحث فيها الماده صحيه مو صحيه، فيها اضرار جانبيه، لكن للاسف بعض الاشياء تدخل ما ادري شلون طريقتها، قانونيه غير قانونيه. للاسف العتب على ايضا وزاره التجاره وعلى الجهات المعنيه اللي ما نعرف اساميها بعد في وزاره حمايه المستهلك. استاذ عبد الله كذلك احنا نوجه رساله الى اهل ولدنا عبد الوهاب رحمه الله ونقول قال الله عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل إذا مات ولد عبدي، إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته أخذتم ثمرة فؤاده؟ أخذتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ الله يسأل الملائكة ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. هذا الحديث جزاء الصابرون. أيوة حسنه الإمام الألباني أستاذ عبد الله رحمه الله. بارك الله فيك. الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك